مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. نقل رفاة الشهداء إلى مقبرة الكرامة في مدينة الضعيح. الإريتريون في الخارج يحيون يوم الشهداء. تنظيم برنامج ذكرى الشهداء في ساوا. بوركينا فاسو وروسيا توقعان اتفاقية إقامة محطة نووية لإنتاج الطاقة. النيجر تؤمم وحدة تابعة لشركة فرنسية لتعدين اليورانيوم. وبوتين قلق من اتجاه العالم نحو حرب عالمية ثالثة. أهلا بكم. تم نقل رفاة 17 شهيدا في مدينة الضعيح إلى مقبرة الكرامة يوم 19 من يونيو، وكذلك تعظيم مبلغ 369 ألف نقفة على أسر الشهداء تبرع بها الشعب والعمال. تم جمع رفاة 12 شهيدا من ربا أبا سلامة و5 من إجلا وموارتها الثرى في مقبرة الشهداء في الضعيح بمراسم الشرف والتكريم. في غضون ذلك تم توزيع 369 ألف نقفة بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء على 123 أسرة محتاجة من أسر الشهداء. قدمت تبرع الشرطة وشرطة السجون والإصلاحيات والهجرة والجنسية والأمن والمعلمين والطلاب وعمال كلية التجارة والعلوم الاجتماعية والشعب. في هذه الأثناء تبرع أعضاء الجمعية التعاونية للفرقة العسكرية 70 و16 سابقا 1000 نقفة لكل من 5 أسر شهيد، وتدريب مدرسة أمان لقيادة السيارات 7 أبناء الشهداء مجانا في قيادة السيارات من الدورة الثانية إلى الدرجة الخامسة. أحيا الإريتريون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية وجنوب السودان وأنغولا وكينيا ومصر وقطر وتركيا وغيرها 20 من يونيو يوم الشهداء. وأفادت التقارير الواردة من لاس فيغاس إلى دورها والولايات المتحدة الأمريكية ولندن ونيوكاسل وليفربول ونوتنغهام وكافنتري وبريستول كارديف وويكفيلد وميدلسبرو وساوثهامبتون ميلتون كينز جلاسكو مواطنو برمنغهام ومانشستر وليدز وبرايتون في المملكة المتحدة والرياض وجدة وأنيماس في المملكة العربية السعودية والواندا وبينغي واليانغو وواندا ولوكابا ودوند وبي وملانج. إحياء الإريتريون يوم الشهداء بإضاءة الشموع وغيرها من الأنشطة التي تعكس المناسبة. وأقيمت فعاليات مماثلة في نيروبي الكينيا والقاهرة المصرية واسطنبول التركية والدوحة القطرية وأبيجان في ساحل العاج. قدمت في بعض المدن تبرعات مالية وتعهدات في مدن أخرى بتحمل مسؤولية إعالة أسر الشهداء. وفي هذا الإطار تبرع الإريتريون في مدينة الرياض وضواحيها بمبلغ 28,775 ريالا لتنمية صندوق أموات الشهداء، بينما توحد أفراد وجمعيات بمبلغ 240,760 ريالا لإعالة 51 أسرة شهيد. وفي أنيماس قدمت شهادات تقديرية لمن أدوا واجبهم في دعم أسر الشهداء. في غضون ذلك تم التبرع ب 46,300 جنيه و2510 دولار أمريكي في حفل التأبين أقيم بالقاهرة. تم إحياء ذكرى 20 من يونيو يوم شهداء إريتريا في 19 من يونيو بساوا، وقدمت في المراسم التي أقيمت عروض فنية تجسد مجد تضحيات الشهداء والبطولات التاريخية لهم إلى جانب صمود الشعب الإريتري. وأشار قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي جيدا في كلمته أن الحرية والسلام التي ننعم بها نتجت عن البطولات المتوارثة للأجيال الإريترية في ردع والقضاء على الحملات المتتالية من قبل دول وقوات طامعة في مسح الهوية الإريترية
وغزو أرادها بذكر مدى اعتزاز وفخر الإرثيين لشهدائهم والأمانة الوطنية. وذكر إلى ضرورة التسلح بالعلم والمهارات بتوارث القيم الوطنية وضمان الأمن والسلم للمحافظة على الحرية والسيادة الوطنية والسير نحو مستقبل مزدهر ناتج عن تنمية مستدامة بمشاركة واعية للجميع. واختتم البرنامج بإشعار الشمع وذكر الشهداء الذين وهبوا أرواحهم فداء للوطن. تبرع موظفو المؤسسات الحكومية في مديريات كرن وهبر وحلحل بإقليم عنسة بمبلغ 200,000 ناقة من رواتبهم الشهري لأسر الشهداء. كما تبرع أعضاء فرع الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة وإدارة مدينة كرن بمبلغ 50,000 ناقة لأبناء الشهداء الطلاب وأم شهداء واحدة. وقال مدير مدينة كرن السيد رزان رايا في المناسبة إن العمل جار لإيجاد آلية تمكن كل فروع الجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة من تحمل مسؤولية رعاية أسرة واحدة. وفي الوقت نفسه تم توزيع 100,000 نقفة في مدينة هبرة و50,000 نقفة في مدينة حلحل على أسر الشهداء. وذكر مدراء المديريات أن مسؤولية دعم أسر الشهداء تقع على عاتق كل مواطن. قدم سكان مدينتي أخريا وبراديزو في الإقليم الأوسط دعم مالي وعيني لأسر الشهداء بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وقدم 19 من يونيو مبلغ 35,000 نقفة ل 35 أسرة الشهيد في أخريا، بالإضافة إلى مساعدة 20 من الطلاب المحتاجين المتجهين إلى سوا بمبلغ 500 نقفة لكل منهم وأدوات مختلفة. وزعت 35,000 نقفة على 35 عائلة في حفل أقيم في قاعة إدارة منطقة عقر يوم 20 من يونيو. كما قدم سكان مدينة باراديزو 35,000 نقفة ل 16 طالبا في الصف 11 من أبناء الشهداء. من جهة أخرى قام سكان مدينة قلنا في حفل تأبين في مقبرة الشهداء في لامزا سحرتي يوم 19 من يونيو. قدم أكثر من 208,000 نقفة على أسر الشهداء في مديريات فورت الساوا وملقيم ومقولو في إقليم القشبركة. تبرع به عمال القطاع العام والأفراد وجهات أخرى بمناسبة يوم الشهداء. وقدم مبلغ 105,000 نقفة ل 21 أسرة الشهيد في مدينة فورت الساوا، و73,000 نقفة إلى 36 أسرة الشهيد في مدينة ملقيم، و30,000 نقفة على 6 أسر الشهداء في مدينة مقولو. وشهد مدراء المديريات بالمواطنين وموظفي الحكومة على برامجهم لإحياء يوم الشهداء وعلى مساعدتهم المالية والعينية. وأكد مسؤولو مكاتب العمل والرعاية الاجتماعية على أن هذه المبادرة تعبير على تقديرنا للشهداء. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، وقعت بوركينا فاسو وروسيا اتفاقية حكومية مشتركة لإنشاء محطة طاقة نووية، وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية. وجرى التوقيع بين وزير الطاقة والمعادن والمحاجر البوركيني يعقوب زابريغوفا والمدير العام لوكالة روساتوم الروسية أليكسي ليخاتشوف. وقال غوبا إن الاتفاقية تمثل خطوة أساسية في المسار الإداري نحو بناء المحطة، مشيرا إلى أن روساتوم ستقدم عرضا تقنيا وماليا ستدرسه الحكومة البوركينافاسية تمهيدا لانطلاق المفاوضات الفنية والمالية بشأن تنفيذ المشروع. ويأتي هذا التطور بعد إعلان الرئيس البوركيني إبراهيم تراوري في يوليو 2023 عن نية بلاده التعاون مع روسيا لإنشاء محطة نووية سلمية ضمن خطة وطنية لتنويع مصادر الطاقة وتعزيز الشراكة مع روسيا.
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر تأمين شركة سومبر التابعة لشركة أورانو الفرنسية لتعدين اليورانيوم في أحدث خطوة تعمق الشرخ بين باريس ونيامي. وأوضح التلفزيون النيجيري أنه في مواجهة السلوك غير المسؤول وغير القانوني والذي يفتقر إلى الولاء لشركة أورانو المملوكة للدولة الفرنسية، الدولة التي تعادي النيجر بشكل علني، قررت النيجر من منطلق السيادة الكاملة لتأمين سومير. وكان شركة أورانو الفرنسية قد فقدت السيطرة التشغيلية على سومير التابعة لها في النيجر العام الماضي، وتولت السلطات النيجيرية السيطرة التشغيلية على سومير في حلقة من حلقات المواجهة مع المجلس العسكري الحاكم في البلد الواقع في منطقة الساحل الأفريقي. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يشعر بالقلق من أن العالم يتجه نحو الحرب العالمية الثالثة، مضيفا أن هناك احتمالات كبيرة لنشوب الصراع في العالم، وأن هذه الاحتمالات آخذة في التزايد. وتطرق بوتين خلال منتدى اقتصادي في سانت بطرسبرغ إلى حرب روسيا في أوكرانيا والصراع بين إسرائيل وإيران، وعبر عن قلقه إزاء ما يحدث حول المنشآت النووية في إيران، حيث يعمل خبراء الروس على بناء مفاعلين نوويين جديدين لطهران. وتأتي تصريحات بوتين ردا على المخاوف المتزايدة من اتساع نطاق الحرب التي بدأتها إسرائيل على إيران في 16 من يونيو الجاري، مستهدفة منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين. يقوم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بزيارة نادرة لتركيا، حيث عقد محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول. وأكد مكتب أردوغان أن الزعيمين تناولا خلال أكثر من ساعة مفاوضات السلام بين أرمينيا وأذربيجان وجهود تطبيع العلاقات مع تركيا والصراع بين إسرائيل وإيران التي تشترك في حدود مع كل من تركيا وأرمينيا. وتأتي هذه الزيارة بعد يوم واحد من وصول رئيس أذربيجان إلهام علييف لتركيا، حيث أجرى محادثات مع أردوغان وأشاد بالتحالف التركي الأذربيجاني بوصفه عاملا مهما ليس فقط على الصعيد الإقليمي بل على مستوى العالم. ويبقى التوتر على علاقات أذربيجان وأرمينيا، حيث خاضتا العديد من الحروب حول إقليم ناغورنو قرباخ. نختم النشرة بذكر أهم وأبرز العناوين. نقل رفاة الشهداء إلى مقبرة الكرامة في عدغيح. الإريتريون في الخارج يحيون يوم الشهداء. تنظيم برنامج ذكرى الشهداء في ساوا. بوركينا فاسو وروسيا توقعان اتفاقية إقامة محطة نووية لإنتاج الطاقة. النيجر تؤمم وحدة تابعة لشركة فرنسية لتعدين اليورانيوم. وبوتين قلق من اتجاه العالم نحو حرب عالمية ثالثة. انتهت النشرة، إلى اللقاء.